في سياق يشهد استمرار الضغط العسكري المتبادل، تستضيف العاصمة الأمريكية جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في حضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. من المتوقع أن تشهد الجولة تحولا مفصليا ينقل المسار التفاوضي من الطابع التمهيدي إلى بدء مباحثات سياسية وأمنية معمقة. في هذا الصدد يحمل الوفد اللبناني مطالب بتمديد الهدنة لشهر ووقف عمليات نسف المباني في البلدات الحدودية، وصولا لوقف كامل لإطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. في المقابل، وفي ظل ضغوط داخلية ترفض ربط القرار الإسرائيلي بالمواقف الأمريكية، يحمل الوفد الإسرائيلي مطالب تصر على نزع سلاح حزب الله وضمان الأمن على الحدود الشمالية. ما هي فرص تحقيق اختراق دبلوماسي خلال الجولة الثانية؟ وهل تنجح مساعي تمديد التهدئة؟ وما المتوقع من الدور الأمريكي؟ محادثات سياسية وأمنية معمقة مع الجانب الإسرائيلي. نعم، أنا أتصور أنه تدريجيا سيرتفع مستوى المفاوضات، إنما نرى أن لا توازن يعني بالوجود أولا على طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لا من حيث الوفد والخبرة ولا من حيث المكان، لأنه المكان في قلب واشنطن، وكما سمعنا منذ قليل يعني ربما كانت في البيت الأبيض بدلا من وزارة الخارجية. صحيح. يعني لا يمكن لأحد أن ينكر أن أمريكا هي الداعم الأول لإسرائيل، يعني اثنان على الطاولة مفاوضات مباشرة، والوسيط الأمريكي وسيط غير نزيه، يعني يجب الاعتراف بذلك، هو يناصر إسرائيل ويدعم إسرائيل ظالمة أو مظلومة، وعمرها ما كانت مظلومة إسرائيل، طول عمرها ظالمة. لذلك أنا أرى أنه ضرورة المفاوضات، إنما يجب الانتباه لهذا الخلل يعني. وبعدين خبرة الوفد اللبناني لا أراها تتناسب مع خبرة الوفد الإسرائيلي. نعم. طب أيضا في هذا الجانب الشكل أيضا العميد هشام، أنت أشرت إلى نقل المفاوضات من مقر الخارجية الأمريكية إلى البيت الأبيض. هناك أيضا معطى يعني قبل دقائق يتحدث عن كون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك يعني في بداية أو جانب من هذه المحادثات. برأيك يعني ما الأثر الذي سيحدثه هذا؟ ما دلالات هذا التحول من الخارجية إلى البيت الأبيض وحضور الرئيس الأمريكي؟ ما الذي يعني هذا برأيك؟ لا أعتقد أنه سيشارك، سيبارك، يعني نقل إلى تفضلوا لعندي وأنا أبارك يعني، ويحضر جزء من البداية مع الترحيب إلى آخره. لا أعتقد أن رئيس أمريكا سيدخل في صلب التفاصيل تبع المفاوضات ما دام وزير خارجيته موجود. لذلك هي يعني لها وزن معنوي إلى حد ما أن الرئيس ترامب يهتم بنجاح هذه المفاوضات، سيما ولا يمكننا أن ننكر أن الرئيس ترامب هو الذي شجع الحكومة اللبنانية على هذه المفاوضات، وإلى حد ما حاول أن يوقف العدوان، لا أقول على لبنان، يعني العدوان الإسرائيلي على بيروت بالذات، وتحديدا بعد مجزرة الأربعاء في 8 نيسان الماضي. فلا يجب أن نرفع سقف التوقعات حتى سنفصل فيما يمكن توقعه بالتأكيد. بالتدريج سننتقل لنسأل عما يمكن توقعه من هذه الجولة، لكن أنتقل للدكتور مشور. أحب بك مرة أخرى. برأيك يعني دعنا نبدأ أيضا بهذا الشق، يعني انعقاد الجولة الثانية هل يعني التوجه نحو بحث ملفات أكثر تعمقا، الخوض بتفصيل أكبر يعني في التحديات المطروحة أمام الجانبين؟ مساء الخير لك لضيفك ولكل المشاهدين في كل مكان. لا أعتقد أن حتى الجلسة اليوم حتى لو تقوم بمشاركة السيد ترامب، هذا يعني يعكس أهمية الولايات المتحدة في هذه العلاقات. ولكن من ناحية إسرائيل خلينا أكون معك صريح، لا تولي إسرائيل أهمية كبيرة للمفاوضات مع لبنان إذا لن يكون اهتمامها على التوصل إلى تسوية حقيقية مع لبنان تشمل نزع سلاح حزب الله، يعني اتفاق مؤقت، وقف إطلاق نار،
أو ضرورة السلام أو أشياء زي شعارات زي هذا، يعني إسرائيل مش راح تقبل. نقبل شيء واحد، أو نسأل سؤال: من الذي يقوم بنزع سلاح حزب الله؟ ما هو الجدول الزمني لنزع سلاح حزب الله؟ وماذا سيكون بعد المنطقة تكون خالية من إرهاب من ناحية السلطات اللبنانية؟ كل الأوامر الأخرى أوامر يعني هامشية، مش ضرورية من ناحية إسرائيل، ونحن نتطلع إلى جواب واضح من الحكومة اللبنانية. نعم. طب برأيك يعني كي نخوض الآن في التفاصيل، دكتور موشي، يعني هل تتوقع أن يكون هناك تجاوب إسرائيلي مع ما سيطرحه الوفد اللبناني وضمن الأولويات تمديد الهدنة، وذلك بهدف تعزيز هذا الموقع الحكومي والموقف الحكومي الساعي للدفع بالخيار التفاوضي؟ هل تتوقع أن يكون هناك تجاوب؟ بالصراحة في إسرائيل منذ كم يوم هناك أيام بسموها أيام غضب عن الحكومة الإسرائيلية التي وقفت أعمال الجيش، الأعمال القتالية في جنوب لبنان. رئيس الحكومة أجا عند سكان الشمال في إسرائيل الذي وعدها، يعني كان بس بالزمانات وعدهم بتدمير حزب الله، وقال لهم: شوفوا، فرض علينا من قبل السيد ترامب، وهذا مربوط بالاتصالات مع إيران، وإحنا تجاوبنا بشكل إيجابي على طلب ترامب. سكان إسرائيل ما قبلوا هذا وزعلوا كثير من هذا القرار. فأقول اليوم يعني تمديد وقف إطلاق النار سوف يكون يعني هناك كمان كم يوم، ولكن إذا لم تعطى لإسرائيل يعني خطة واضحة بالنسبة لحزب الله، إسرائيل تقف كل شيء وتبدأ يعني تستمر بأعمال قتالية ضد حزب الله. يعني ترجح أن يكون هناك تمديد للهدنة. هنا أنتقل للعميد هشام لأسأل أيضا. نعم، يكون الأيام مش لأسابيع. الوفد اللبناني يطلب شهر. وأنا أسأل العميد هشام، برأيك في ظل اتفاق هش لوقف إطلاق النار، يعني التصعيد مستمر، حزب الله يستهدف العمق الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي ما زال ينسف مباني القرى الحدودية، برأيك هل يمكن توقع أي اختراق في ظل هذا الواقع؟ يا أستاذ، لا، أنا بعد التمديد سيحصل، مش مثل ما عم بيقول ضيفك وعم يتدلل. يعني من مصلحة إسرائيل أن تمدد وقف إطلاق النار فقط. أما هي خسرانة، ماذا تخسر إسرائيل؟ يعني هذا اتفاق وقف إطلاق النار هذا مصيره مثل مصير الالتزام ب 17/01 لمدة 15 شهرا من نوفمبر 2024 إلى بداية هذا العام، حيث سقط 600 شهيد في لبنان. التزم حزب الله والتزمت الحكومة اللبنانية. هذا كلام فارغ. إسرائيل تعتدي كل يوم على لبنان، وبدأت وتغتال كل يوم، واليوم اغتالت شخصا في شوكين على سيارة، وقتلت أمس صحفية بريئة، وتعتدي على الصحفيين وعلى المصحفين. ماذا تخسر إسرائيل من التمديد ما دامت غير ملتزمة، لا تلتزم عمليا؟ هناك مثل لبناني يقول: من جرب المجرب كان عقله مخرب. نحن مضطرون إلى الالتزام وهو يتدلل. لا أعتقد نعم هي ستمدد وقف إطلاق النار، ستحاول ابتزاز لبنان، لكن أنا أطمن ضيفك الذي لن أتحاور معه أن تسليم سلاح حزب الله لن يحصل أبدا أبدا. في ظل هذا العدوان وهذا الغدر المستمر لا نسلم سلاح حزب الله لأحد. لا يسمح لأي مسؤول لبناني أن يقدم هدايا لإسرائيل جزاء عدوانها المستمر على لبنان. هذا يعني شيله من راسه ومن راس حكومته أفضل له، ما يحلم فيه. فإذا نحن ذهبنا على المفاوضات لأنها الحل الوحيد، إنما نحن لسنا ألمانيا سنة 45 حين دخل الحلفاء وأجبروها على توقيع
استسلام. لا، لسنا في هذه الحال. نعم. لسنا في هذه الحال ابدا. ولا مسؤول لبناني يسمح لنفسه بان يفرط بالارض اللبنانيه وبارواح اللبنانيين. واضح. نعم. طب مرك دكتور موشي، يعني وقف اطلاق النار هو في مصلحه اسرائيل لانها اصلا غير ملتزمه به، ماضيه في عمليه نسف المباني وعمليه الاغتيال. إسرائيل ملتزمة بشيء واحد، بمحافظة لأمنها. يعني حكى ديفك عن 17/01. 17/01 أجا بعد حرب لبنان الثانية، يعني 2006. بس من وقتها، من 2006 لليوم، نسوا شوي أشياء. يعني كان هناك خطة لبنانية لحزب الله لاجتياح في جليل العالى لقتل 5000 إسرائيلي، والنهب ومجزرة هناك كانت مخططة من قبل رضوان حزب الله. يعني نسوا الناس. احنا لم نسمع. فلذلك اولا اسرائيل هدمت. ما هذا الهراء يا هشام جابر، اسمع منيح. اسرائيل هدمت كل البيوت في الضيقة، في القرى على الخط الحدودي. مش راح يرجعوا لهذه البيوت اللي منها حبوا يطلعوا لاجتياح في الجليل، واللي منها قتلوا ناس في إسرائيل. ثانيا، بالخط الثاني من القرى، يعني اليوم ما في هناك مواطنين، كلهم بالشمال. إسرائيل مش راح تسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم إلا بعد اسمع منيح هشام جابر، نزع سلاح حزب الله. انتم بدكم تسلموا، ما بتسلموا، هذا شغلكم. اذا ما بتسلموا وحزب الله يدال مع سلاحه، فاول شيء عندكم حكومه ضعيفه. نعم. طب هذا السؤال دكتور موشي في هذه النقطه. طب هذا الموقف الذي اشرت اليه الا يضعف موقف الحكومه؟ الا يعني ينهي ويفرغ المسار التفاوضي من اي محتوى، من اي جديه؟ لا، أعتقد أن الحكومة اللبنانية كلنا نعرفها. نعرف مين هو جوزيف عون، وبنعرف مين هو نواف سلام، وبنعرف مين هو رودولف هيكل رئيس الأركان. نعرف الجيش، عندنا معلومات. شوف، الحكومة اللبنانية، لبنان ككل والجيش اللبناني شفافة، كله شفافين بالنسبة لإسرائيل. بنعرفكم واحد. فأقول مرة أخرى، لا نريد أن جيش لبناني يقوم بنزع سلاح حزب الله لأنه ملوش إمكانية. لا نريد أن الحكومة يعني تتأهل. نريد أن الحكومة بتجيب، مش عارف، من فرنسا، من أمريكا، بتجيب قوات وينزلوا هناك على الحدود ويحافظوا الأمن بعد ما إسرائيل تقوم بنزع سلاح حزب الله. لأنه ولا قوة لم تستطيع أن تقوم بهذه العملية. فيجب أن يكون هذا مفهوم. الجدية هي مع ناس في عندهم حكومات. في لبنان في حكومة؟ لا، يعني الطوائف أقوى من الحكومة، والحكومة هي ضيفة في البلاد. هذا هو الموضوع. واضح. طب رايك العميد هشام جابر، يعني موقف حزب الله سواء الميداني أو السياسي، يعني ألا يضعف فعالية الجهد الحكومي والدور التفاوضي في واشنطن؟ لا أبدا، العكس. لو كانت الحكومة اللبنانية تعرف تتصرف، سلاح حزب الله يجب أن يكون ورقة تتفاهم مع حزب الله، ويكون ورقة قوية بيدها في المفاوضات. لا الحكومة اللبنانية تتقدم كدول لإسرائيل أو هدايا، يعني هذا مستحيل. ثانيا، جوابا لضيفك، هو يحاكم عن نوايا قوات الرضوان كانت تحضر بينما إسرائيل تعتدي كل يوم. أما هذا غريب هالحكي، ويستخف بعقول المشاهدين كلهم. ثانيا، حكومة إسرائيل، عم يحكي عن حكومة لبنان. حكومة إسرائيل أجبرت على وقف النار ومع أنها لم تلتزم به من قبل أمريكا، لأن حكومة نتنياهو هي حكومة حرب ويجب أن تبقى بحالة حرب. وإذا أوقفت الحرب في غزة أو في لبنان أو في إيران مع إيران أو غيرها ستسقط الحكومة. رأينا كيف بدأت تتحرك عسكريا ضد سوريا بدون سبب، لأن يجب أن تبقى بحالة حرب. هذه هي. بس لذلك أنا
اطمنك يعني انه هذا السلاح حزب الله يقول مسؤولون اسرائيليون بيظهر ضيفك ما بيسمعون ان اسرائيل لا تستطيع ان تنزح سلاح حزب الله اطلاقا الا اذا احتلت لبنان باسره، وهذا لانه السلاح اللي عم نحكي عنه سلاح حزب الله غير موجود جنوب الليطاني وموجود في سائر لبنان بالشمال عكاري في الشمال لبقاع. هذا سمعته من مسؤولين إسرائيليين يعرفون الحقيقة، زاهر ضيفك ما عم يسمعوا. قال لن نستطيع أن ننزع سلاح حزب الله الذي نحن بصدده، الطائرات المسيرة والصواريخ وغيرها، ولا الجيش اللبناني في صدد الاستعداد للقيام بهذه المهمة خدمة لإسرائيل، فإذا نشيلها من باله وما بقى يهدد فيه. لذلك نحن نريد السلام، نريد السلام، فلتطبق إسرائيل قرارات الأمم المتحدة واتفاقية الهدنة، ويجب أن ينطلق لبنان من اتفاقية الهدنة فقط ليحقق الأمان لمن يريد لجيرانه جميعا شمال فلسطين المحتلة أو غيره. ونحن نريد الأمن والأمان ولا نريد الحرب مع أحد. يعني دكتور موشي، إسرائيل جربت الخيار العسكري مع حزب الله لكنها لم تستطع أن تضعف قدراته العسكرية. يعني ما جدوى إعادة تكرار ذات النهج؟ لماذا لا تراهن إسرائيل على الخيار التفاوضي ودعم موقف الحكومة يعني للدفع بهذا المسار؟ لأنه ليس لنا أي خيار آخر. احنا يعني أعتقد أن الجيش الإسرائيلي حضر قواته في هذه المعركة أفضل من السابق، وأعتقد أن ليس هناك يعني القيود التي كانت سابقا لم تكن حاليا. وثالثا في شيء مهم، أعتقد أن إدراك وجود عامل يمنع سكان لبنان وكذلك سكان إسرائيل من عيش حياة طبيعية كأي مكان آخر في العالم لمجرد التمسك بإيديولوجيا دينية متطرفة إرهابية متعصبة. كما يدرك لبنان وإسرائيل ليست السبب وراء كل ما يحدث اليوم في البلاد، ونحن كمان لا نريد فعلا بالصراحة أن تكون هناك حروب أهلية داخل لبنان. ولكن إذا يعني حل حزب الله مش راح يكون على الطاولة بشكل جدي وبشكل فعالي، ولم نسمع يعني أجوبة واضحة بالنسبة لطريق نزع سلاح، أعتقد أن هذه المحادثات ستقف ولم نكون هناك حتى تنتهي عملية الإخلاء والقضاء على حزب الله. أعتقد أن إسرائيل اليوم ترى أن العنصر الوحيد في المنطقة للأسف الشديد هي جيش الدفاع الإسرائيلي، هو جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يستطيع أن يقول. تسألني كيف يعني سابقا كان هيك وكان صحيح، كان يعني سابقا كانت المنصبات أخرى، كانت القيود أخرى. اليوم أعتقد لما نأخذ الأوامر، الجيش يعني يأخذ الأوامر من رئيس الحكومة، فخلال فترة قصيرة الأقل شيء يعني لا يكون هناك قذيفة أو صاروخ قبل الليطاني. بعد الليطاني وبين الأولي كمان راح يصير هناك منطقة خالية، ومن الأولي وفوق أعتقد أن إسرائيل تحافظ على الحرية. اسمع منيح يا هشام جابر، إسرائيل حتى لو في سلام إسرائيل تحافظ حرية التجول الجوي البري والبحري في لبنان. اسمع منيح شو أعطيك الفرصة لترد العميد هشام، أعطيك الفرصة، لكن قبل ذلك يعني سؤال برأيك، يعني الجولة الثانية يعني في واشنطن. سأعود إليك دكتور موشي، هذه الجولة برأيك العميد هشام هل تفسر بين المسارات؟ انعقاد جولة ثانية في واشنطن، هل يبعد هذا المسار عن مسار واشنطن طهران في إسلام آباد؟
يعني مبدئيا هو مرتبط إلى حد كبير، بينما هذه المفاوضات لا علاقة لطهران بها. يعني هي بين اللبنانيين والإسرائيليين، وهي خرق واضح جديد يعني برعاية أمريكية. نأمل أن تنجح. كما ذكرت لك، لا يجب رفع سقف التوقعات، وكل ما يريده لبنان هو أن تكون أرضه محررة، حتى لا يعني يوافق على أي اتفاق يسبب مستقبلا حربا أهلية أو مشاكل للبنان. سلاح حزب الله هو شأن لبناني داخلي. لبنان هو يمكنه أن يحل هذه المشكلة مع حزب الله بناء على استراتيجية دفاعية. يجب أن يكون المفاوض اللبناني، ويجب أن يكون مدعوما من أمريكا يعني حتما، لأنه المفاوضات تجري بها لكي تنجح المفاوضات. أما الإسرائيلي إذا كان كما يقول ضيفك الذي لا أريد أن نتناقش معه يضع شروطا، منطقة جنوب الليطاني، منطقة شمال الليطاني كمان من جهة السياح، هيدا يعني بدأ يضع شروطا لا يمكن لبنان أن يقبلها. وكما لبنان كما إسرائيل تريد أن تكون حدودها آمنة، لبنان أيضا يجب أن يضع بالملف كمان أو تطبيق اتفاقية 49 أو ابتعاد الجيش الإسرائيلي عن حدود لبنان مسافة معينة، حتى يأمن سكان جنوب لبنان أن يكونوا آمنين في بيوتهم. هذا هو العدل، غير هيك هو شروط محتل ظالمة لن نقبل بها ولا نقبل بها أي لبناني. ولنتأكد إسرائيل إذا كان وقع أحدهم على استسلام ستعاني إسرائيل أيضا من مقاومة مستمرة. من يعرف اللبنانيين، من يعرف جبل عامل، من يعرف جنوب لبنان، يعرف أن الأهالي ولبنان بأسره سينتفضون لانتزاع حقوقهم إذا ظلموا. نعم. طب دكتور مشي، بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يعني هو يواجه ضغوط داخلية خاصة من مواطني الشمال، ويواجه ضغوط خارجية من ترامب الذي يريد يعني إنهاء هذا التصعيد. ما هي الخيارات أمام نتنياهو؟ ما المتوقع أن يحدث خلال هذه الجولة من هذا المنظور؟ أولا نريد أن نقول أن على هوامش هذه المفاوضات الوفد الإسرائيلي سوف يقترح ما يسمى بإجراءات للتوطيد الثقة، وبالإنجليزي بسموها CBM Confidence Building Measures. معناته مثلا إسرائيل تقترح أن خلال الفترة هذه بناء مناطق صناعية على الحدود المشتركة يعملوا فيها إسرائيليين ولبنانيين. مثلا اتفاق بالنسبة لل 13 نقطة في الشمال اللي كان فيها سابقا كانت خلافات. ثالثا الغاز، أنابيب الغاز اللي بتيجي من سوريا ومن الأردن كمان توصل على لبنان مع مساعدة إسرائيل. ومثلا وفود دينية من إسرائيل ومن لبنان، مسيحيين دروز سلام، يوصلوا إلى بيروت ولا لبنان بشكل عام، ومن الجانب الثاني نفس الشيء. يعني في 100,000 مقترحات كيف سنبني هذه الأولويات. ولكن أنا أقول هذا يعني في نفس الوقت، يعني مش كشرط، ولكن أنا أقول بنفس الوقت يجب أن الحكومة اللبنانية وكل المتفاوضين والدول الأخرى واللي ما شعروا ما إحنا شعرنا في 17 نقول بشكل واضح: لم نسمح مرة أخرى أن يكون هناك خطر وجودي على إسرائيل زي كان من قبل غضوان 17. واليوم أنتم تشاهدون نتائج هذه التهديدات التي كانت سابقا. وأقول يعني نمشي بالمسارين، في مسار دبلوماسي وفي مسار عسكري. المسار الدبلوماسي حكيت يعني قلت لكم شو احنا متوقعين. بالمسار العسكري ما في اي قيود، القيود الوحيده هي وصول الجيش الى النقاط نهايه هذه المعركه. نعم، نشكرك. شكرا.